الفيلم ديالنا كيبدا في مكتب منعش عقاري مع واحد سميتو ستان. كان كيقنع في واحد الكليان باش تشري دار، ولكن الفكره ما عجبتهاش وبغات شي حل اخر. ستان حاول يقنعها باي طريقه حتى دخلوا عليه البوليس وشدوه بتهمه النصب والاحتيال. في جلسه الحكم تحكم عليه ب3 سنين ديال الحبس. ستان قال المحامي يعطي الرشوه للقاضي باش يغبر الدوسي، ولكن المحامي ما بغاش وتخاصم معاه. ستان عطى القضيه لمحامي مشهور بالتلاعب، وهذا المحامي تفاهم مع القاضي على اساس يأجل القضيه غير 6 شهور على ما يقدش غالو، وديك الساعه تيدخل 3 سنين للحبس. المحامي قال ستان خاصك تسافر تبدل الجو، ولكن ستان كان مفلس حتى عطى كاع الفلوس للقاضي، والفلوس الثانيه بلوكاتها البنكه. مرات ستان اللي سميتها ماندي قالت لي خصنا شي وليد باش يونسني في الوقت اللي تكون انت في الحبس، ولكن ستان ما بغاش حيت غادي يكون بعيد عليه في الحبس. مراتو تقلقات وطلع عليها الدم ومشات. موراها ستان مشى لواحد القهوه، ومنين دخل تما شاف واحد المجرم معروف وطلب منه يعلمو كيفاش يتعامل مع اجواء الحبس، وقال ليه نعطيك الفلوس غير علمني. المجرم قال له الحبس داير بحال شي غابه، القوي كياكل الضعيف، وبدا يشرح ليه على الحبس بالتفاصيل، وقال ليه تما عول على الحقره والتشمكير. ستان من يسمع هادشي زاد تخلع وبغى يدير اي حاجه باش ما يوقعش في المشاكل. تما قرر يكبر العضلات بالشوكات والهرمونات باش يبان مفتول ويخلع المحابسيه، ولكن هادشي ما عطى حتى نتيجه. فمشى لاصاد الكاراتيه وبدا كيتريني، ولكن مع الوقت حس بالملل والاحباط حتى هاد الحركات ديال الدراري الصغار. المدرب قال له لعب كومبا مع هاد الولد وبين ليا، وفاش لعب مع الولد الصغير خسر بالزربه وتفرشخ. ستان تعصب وضرب الولد حتى ما رضاش، والمدرب تقلق وجرع على ستان حتى ما التزمش بالقوانين. وتما ستان شاف واحد الراجل شيباني ضرب الحيط بكروشي. ستان مشى عنده واتفق معاه يدربو ويعلمو فنون القتال ويعطيه الفلوس، ولكن حتى ياخذهم من البنكه. المدرب وافق ومشى مع ستان للدار، وعرفوا على مراتو ماندي اللي كانت مصدومه. ومورا مده ماندي طلع عليها الدم من تصرفات هذا المدرب، حتى مكرفص في حياته وكيكمي بزاف. المدرب بدا يدرب ستان على الحركات القتاليه، وبدا يولفو على الماكله وعلى الروتين اللي غادي يعيش به. ستان كان مشغول بزاف بالتدريب لدرجه انه نسى مراتو وما بقاش دايها فيها، فقررت تجمع حوايجها وتمشي من الدار. ستان حاول يقنعها باش تبقى ولكن ما بغاتش، وواخا هادشي اللي وقع ليه كمل التدريب ديالو وما وقفش. من بعد مده من التدريب القاصحه كان تقريبا تعلم كل شيء، وهو دابا واجد يمشي للحبس. وقبل ما يمشي عرض على المدرب والمحامي ديالو في واحد الريستو باش يحتفل. المدرب قال سان انت هو ثاني واحد كندربو في حياتي، وبقى لك اخر اختبار هو تمشي عندك المدرب ديال الكاراتيه اللي يجرى عليك وتحداه في كومبا. فعلا ستان مشى عند المدرب ديال الكاراتيه. في الاول ضحك عليه المدرب، ولكن فاش بداو يتقاتلوا قدر يغلبوه. تما رجعت عنده ثقه كبيره في راسو وفي النيفو اللي وصل ليه. موراها مشى ديريكت عند البوليس باش يدوز ديك 3 سنين اللي محكوم بها، وسلم على المدرب والمحامي. مراتو ماندي كانت حاضيه كل شيء من بعيد وكتبكي حيت خافت عليه بزاف. هنا كنشوفوه في طوبيس المحبسيه اللي دايهم للحبس. واحد منهم بغى يتعدى على ستان ولكن زرب عليه وضربوه، وقال ليه ما تقربش مني مره اخرى. وفاش وصل لبلاصتو في الحبس لقى واحد المسجون معاه سميتو لاري، وسولو شكون اللي مجهد ومسيطر على هذا الحبس. هنا لاري بدا يوريه العصابات اللي خطر واللي مسيطرين على هذا الحبس، بحال عصابات الكحلين والزعيم ديالهم كليون، وعصابه المكسيكيين والزعيم ديالهم خوانيتو. وقال له ان اخطر واحد في الحبس سميتو بيغ رايموند، كيتعدى على اي واحد جديد. وكنشوفوا رايموند شاد محابسي جديد ومعلقو في الحيط. ستان قرر يمشي عنده ويتحداه، وبدا يعيط ليه باش يتقاتلوا، ولكن رايموند ما داهاش فيه. هنا ستان قالها قدام المحبسيه كاملين. رايموند تعصب وجا عند ستان وبدا يتقاتلوا، ولكن ستان زرب عليه وقدر يضربه ويغلبه. موراها دابز مع العصابه ديال النازيين والعصابه ديال الرجال الكحلين، وقدر يضربهم كاملين ويربحهم. تما العصابات كاملين تجمعوا عليه ولكن غلبهم كاملين. وهنا كان المدير ديال الحبس اللي سميتو فرانسيس كيتفرج في هذا الشيء اللي واقع وحاضي ستان. المدير ديال الحبس كان في بالو واحد البلان ومحتاج لستان معاه، ومور هذا الشيء اللي وقع العصابات كاملين اللي في الحبس بداو كيخافوا من ستان ويخووا ليه الطريق. وستان بدا كيصوب الاسلحه باش يدافع على راسو الا بغى شي واحد يغدرو في الحبس. فهاد الوقيته جا الغارديان ديال الحبس وقال له المدير باغي يشوفك. من مشى للبيرو ديال المدير رحب بيه وعطاه سيجار، وقال له انا كنفكر ما نبقاش مدير في هذا الحبس، وباغي نرجع مقاول ونبني في هذه الارض اللي عليها الحبس بزاف ديال العقارات باش نربح الملايين. وعلى هذا الشيء خاصني ندير شي حاجه تخليهم يسدوا هذا الحبس، وديك الساعه غادي نشري هذه الارض ونبني عليها. وانا قلت لك هذا الشيء حتى عارفك خدام في العقارات، وبغيتك تصاوب ليا بلان لهذا الشيء. ديك الساعه انت مورا ما تدوز عام هنا غادي نخرجك من الحبس. ستان من يسمع هذه الهضره فرح وبدا يعلمو كيفاش يستغل هذه الارض. ومنين رجع لبلاصتو كتب رساله لمراتو وطلب منها السماحه على داكشي اللي دار، وقال لها بلا قريب يخرج من الحبس ويتجمعوا عاوتاني. ونهار ثاني كيمشي للساحه وكان المحابسيه كاملين،
بدا يهضر معاهم وقال لهم المدير هضرت معاه وغادي يخليكم تسمعوا الموسيقى في الحبس. المحبسيه كاملين يفرحوا وغادي يتموسقوا هادشي بسبب ستان. موراها كمل هضرته وقال لهم الحقره دابا ما غاديش تبقى، ممنوع اي واحد يتعدى على حباس اخر ولا يحقروا. العصابه طلع عليهم الدم، ولكن الحباسه الضعاف عجبهم الحال حتى ما غاديش يبقاو محقورين. وزاد قال لهم اللي ما عجباتوش هضرتي يجي عندي دابا، واللي سخون عليه راسو نبردو ليه. ولكن كلشي خاف منه حتى واحد ما قدر يقول لا. موراها مشى للمطعم وتما جاو عنده 3 المحبسيه ضعاف وقالوا ليه بغينا ندخلوا في العصابه ديالك. هو تعجب من هضرتهم، ولكن ملي شاف بزاف ديال المحابسيه حتى هما باغيين يكونوا معاه وافق يديروا مجموعه وحده. موراها عاشوا مزيانين وما بقاتش الفوضى والحقره، ودازت مده وكلشي فرحان. ومن بعدها مشى ستان يشوف المدير اللي كان طالع عليه الدم من ستان وقال ليه بسببك الحبس رجع مزيان وما فيش المشاكل، وهكا الحكومه ما غاديش يشدوا الحبس حتى يسدوه ملي كتوقع فيه المصائب، وكيفرقوا المحبسيه على الحباسات الاخرين. وهذه هي الخطه الخطيره باش ندير انا المشروع ديالي. ودابا كاينه اللجنه ديال التفتيش غادي تجي للحبس من دابا اليومين، خاصهم يشوفوا المحبسيه كيتقاتلوا مرونينها، ويكون احسن الا ماتوا شي وحدين في هذه المقاتله. ولا ما عاونتينيش في هذا الشيء غادي نعلم بك بلي انت حباس خطير، ومده الحبس ديالك غادي تزيد على 3 سنين، وانا ديك الساعه غادي نصيفط المساعد ديالي يقتل الحباسه واحد بواحد. ولكن الا عاونتيني في هذا الشيء كامل ما غادي يوقع والو، وغادي تخرج من الحبس وانت فرحان. هنا ستان وافق حتى ما عندوش شي حل اخر. ومنين جا النهار الثاني خرجوا للساحه. ستان مشى عند الحباسه وقال لهم انا ما غاديش ندخل في شغالكم وديروا اللي بغيتوا في هذا الحبس. فسمعوا الهضره ديال ستان كل واحد هجم على الثاني. وهنا كنعرفوا بلا ديك العيشه الزوينه اللي كانوا عايشينها غير بسبب خوفهم من ستان. منين جا الوقت ديال الماكله جلس ستان باش ياكل، وجلس معاه لاري اللي صاحبه في البيت. وقف وقال له انا كنت مخدوع فيك يا صاحبي. ولكن ستان شدو من يدو وقال ليه غدا ما تمشيش للساحه حتى غادي توقع مقاتله خايبه تما. منين جا النهار المعلوم المفتشين جاو يشوفوا ستان وقالوا ليه المدير ديال الحبس كيشكر فيك وحنا جينا باش نعطيوك العفو وتخرج من الحبس. هنا ستان تفكر صحابو اللي عاش معاهم وحس بالله محتاجين وما جايش يغدرهم على حساب مصلحته. تما بدا كيتفلى على المفتشين وقال لهم انا هو اكبر مشاغب في الحبس. منين سمعوا هضرته تصدموا قرروا يرجعوه للحبس، وقالوا البوليسي يدي للساحه مع الحباسه. وفاش كان خارج من عندهم لقى مراته والمدرب كيتسناوه حيت حسابهم غادي يخرج هذا النهار. ولكن ستان قال لهم انا مازال هنا غير سمحوا لي. مورا ضرب البوليسي وهرب بالزربه باش يوصل للساحه ويعلم المحابسيه، حتى عارف الا تقاتلوا المدير غادي يقول للحراس يقتلوهم بلا رحمه. ولكن في طريقه تلاقى مساعد المدير، وقفوا بداو بجوج يتقاتلوا. ستان ما خافش منه واخا الاخر كان متريني مزيان. ستان خدا العصا في الاول ولكن بسرعه قدر يهجم عليه ويضربه، وفي التالي قدر يغلبه وتهنى منه. هنا الحراس كانوا كيحرسوا المحبسيه باش ينوضوا المشاكل ويهجموا على بعضياتهم وتوقع المقاتله. ومنين وصل ستان باش يعلمهم لقى المحبسيه خدموا الموسيقى اللي كان كيتلقى لهم، وكلهم كانوا فرحانين وناشطين حتى عارفين نيه المدير ولاش باغي يوصل. ورجعوا كاملين ضد المدير وخسروا ليه الخطه قدام المفتشين. هنا المدير تعصب وهز السلاح وبدا يتيري فيهم باش يقتلهم، وفاش بغى يضرب ستان نقدته مرته في اخر لحظه حتى دخلت هي والمدرب من بعد ما بدات الفوضى في الحبس. ودازت السنوات وسالت المده ديال ستان في الحبس. ومنين كان خارج المحبسيه كاملين سلموا عليه وكانوا كيبغيوه وكيحترموه، وحتى المدير كان شاد بلاصتو مع خوتو في الحبس بسبب الهبل اللي دار وكان جالس مع رايموند. من بعدها ستان خرج من الحبس وتلقى مراته وشاف بنته لاول مره ومعاهم المدرب، وقرر يكمل حياته بلا نصب وبلا احتيال على الناس حتى النهايه ديال اي نصاب كتكون في الحبس. وكانت هذه هي نهايه الفيلم ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الملخص. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديوهات اللي دازوا واللي جايين. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.